إذا متابعينا الكرام، هذا الفيديو عاجل، نداء عاجل لجميع المتابعين. كنتمنى على أنكم تنشروا هذا الشيء لكي يتم نشر الوعي، نظام حضارات الجزائر طلق الذباب ديالو، طلق الأبواق ديالو، طلق الدمى ديالو، الزنادقة ديالو، من أجل التحريض على الفوضى في المغرب علانية. نشروا معكم هذا الفيديو ونشروا هذا المقطع، لعل وعسى هذاك الكوفي اللي راسه مربع، هذوك الكوفيين اللي راسهم مربع، اللي باغيين ينوضوا الفوضى في المغرب وباغيين يديروا الفوضى في المغرب وباغيين يتهجموا على البنية التحتية في المغرب، اجيو تسمعوا كيف يتم التحريض على الفوضى في المغرب من طرف من طرف الابواق ديال نظام حضارات الجزائر. لنستمع لهذا الفيديو متابعينا الكرام ومعكم بالتعليق. لنستمع. نحن لا نبخس للناس حقوقهم، ونبتهج عندما نرى في بعض الدول العربية مسيرات بعشرات الآلاف وبمئات الآلاف. نبتهج أيما ابتهاج، ولكن نقول لهم يا حبذا في المسيرات القادمة أن يحاصر مئات الآلاف من أشقائنا في المغرب أو في غيرها القصر الملكي ليحملوه على إيقاف التنسيق الأمني. سمعتي يا الكوفية الغبي؟ سمعتي يا الكوفية يا المتخلف عقليا؟ كيفاش كيلعبوا عليك؟ كيفاش كيحرضوا فيك؟ كيفاش كيبردعوا فيك؟ نعاود لك تسمع. يا حبذا في المسيرات القادمة، يا حبذا يتمنون أن يحاصر مئات الآلاف من أشقائنا في المغرب أو في غيرها القصر الملكي. هما كيحرضوا عليك يا الكوفي تمشي تحاصر القصر الملكي، هما كيحرضوا فيك ضد الملكية. كيحرضوا فيك ضد ماذا؟ ضد الملكية. وانت خارج مكلخ، خارج بحال الودنين ديال الحمار، خارج كتهجم على رجل الأمن، وخارج كتهجم على الموانئ ديال بلادك اللي استثمرت فيها اموال طائله باش يوصل المغرب لما وصل اليه اليوم في مراتب جد مشرفه في الترتيب ديال الموانئ، باش تجي انت تدخل وتخرب الميناء، خدمه لمن؟ خدمه لهذا الزنادقه، خدمه لنظام حضارات الجزائر، خدمه لزريبه الجزائر. دويه الكوفي الغبي، غادي تخرج في المسيرات القادمه باش تحاصر القصر الملكي كيف ما قالوا لك في زريبه الجزائر ولا شنو؟ غادي تخرج في المسيرات القادمه باش تهرس وتخرب وتقتحم وتضرب وتسيب الحجر وتضرب البوليسي اللي واقف نهار كامل باش يسهر على الاستقرار وعلى الامن ديال المغاربه، تجي انت تضربو. الحاجه اللي ما قدرش عليها نظام حضارات الجزائر بالاموال الطائله بزباله ديال الفلوس، الحلم ديالو انه يشوف الفوضى في المغرب، تجي انت يا الكوفي الغبي باغي تحقق ليه المراد ديالو وهو كيحرض فيك، تحقق ليه المراد ديالو من الداخل. باسم ماذا؟ باسم فلسطين. طز في فلسطين، الا كنت غادي تجيب لي انا الخراب لبلادي طز فيها. فين عمر هاد الفلسطينيين كاع وقفوا معنا في شي مرحله معينه، مع العلم انهم كيشوفوا منا غير الخير، وانتم باغيين تستغلوا الاسم ديال هاد القضيه هذه باش تخربوا بلادنا خدمه لنظام حضارات الجزائر. هما كيحرضوا فيكم يا البغوله. وسمحوا لينا غادي نفعل في هذا الفيديو لان داكشي اللي شفتو في الساعات الماضيه ما فيه ما يتشاف. هما كيحرضوا فيكم يا المتخلفين، حرضوكم على الموانئ، دابا كيحرضوكم على القصر الملكي. شفتوا؟ حرضوكم على الموانئ، سيروا اقتحموا الموانئ، سيروا ضربوا البوليس في الموانئ، سيروا شوهوا السمعه ديال بلادكم. البارح في طنجه داروا روينه وقدام السياح، باخره جات قداش ديال السياح باش تنزل في الميناء ديال المدينه، هذا ماشي حتى الميناء ديال طنجه المتوسط. وشوف غير الغباء، غاديين باش البارح كانوا باغيين يقتحموا الميناء ديال المدينه،
اللي لا علاقه له لا بالسفن التجاريه ولا هم يحزنوا، ميناء ديال المدينه ديال المسافرين وميناء ترفيهي، ما عندوش علاقه اصلا بالسفن ديال الشحن. لولا التدخل ديال الامن البارح ديال البوليس البارح كانوا مشاو اقتحموا الميناء. الميناء ترفيهي، ميناء ديال ميناء ديال المسافرين، ما عنده علاقه اصلا بالسفن التجاريه ولا بالحمولات ولا بكذا. البارح كانوا باغيين يقتحموه والسياح كيشوفوا داكشي. وصلنا لهاد السنه 17 مليون ونص ديال السياح هادو باغيين يخربوا كلشي. عرفتوا شحال ديال المحلات البارح في طنجه شدوا ما خدموش بسبب هاد الكوفيين هادو، خصوصا في المدينه القديمه ديال طنجه. الناس كترزق على راسها وخدامه مع السياح وخدامه مع كذا. جواد مساخط الوالدين الكوفيين هاد المتخلفين عقليا باغيين يخربوا كلشي، خسروا ليهم النهار ديالهم، مع العلم ان الويكاند كتكون الدنيا محركه. الرافاج كيكون في المدينه القديمه ديال طنجه والسياح غاديين جايين ويدخلوا يشوفوا ويشريوا جوادو خربوا ليهم النهار ديالهم. محلات كلشي في المدينه القديمه شدوا، لان خافوا هاد الكوفيين يمشيو يبداو يهرسوا ويسرقوا وكذا. يا لا هما دابا كيحرضوا فيكم، قال لكم دابا كنتوا باغي تقتحموا الموانئ، سيروا دابا اقتحموا القصر الملكي. التحريض جاكم علانية بالصوت والصورة من الجزائر. شنو بغيتوا اكثر من هادشي؟ شرفتوا علاش كنفعلوا، علاش كنتعصبوا على هذه القضيه هذه؟ لان كتشوف واحد غبي من بلادك باغي يخرب بلادو باسم واحد القضيه بعيده علينا حنايا بالاف الكيلومترات. وكون غير ما كنديروا والو لهاد فلسطين، عينا ما نعطيو في الفلوس، وعينا ما نعطيو في التبرعات، وعينا ما نعطيو في المساعدات، وعينا ما نعطيو في الوساطات، وعينا ما نعطيو في كذا. ما عمرهم هما اصلا وقفوا معنا في شي حاجه، خصوصا في القضيه الوطنيه الاولى ديالنا. لا خرج انت وخرب الميناء وهرس الميناء وضرب البوليسي وسير ضرب البنيه التحتيه وضرب كذا باش هادو يفرحوا، باش هاد الهدود الحماره هذا البنكرينه هذا ديال نظام حضارات الجزائر يفرح، ويدوزوكم في القنوات ديال حضارات الجزائر ويفرحوا. داكشي اللي ما قدروش عليه قرنوا زماره هذه بزباله ديال الفلوس، باغيين يقدروا عليه بهاد الكوفيين هذا. سمحوا لي على هذا الانفعال ديالي، ولكن هادشي راه كيعصب. انا اتمنى في الايام المقبله ان يتم وضع حد لهاد الزنادق هادو، ان يتم وضع حد لهاد العبث هذا، لهذا التحريض العلني على الامن القومي المغربي. الحريه تكون الحريه ديال التعبير، ولكن ماشي بهذه الطريقه. الحريه ديال التعبير ما عمرها ما كانت انك تسيب حجر على البوليسي، ولا انك تمشي تحرض على اقتحام بنيه تحتيه مينائيه مهمه، ولا انك تخوف السائحين. وحنا كنا كنتمناو هذه السنه هذه نوصلوا ل 20 مليون ديال السياح، بعد ما وصلنا ل 17.5 ديال المليون، واصبح المغرب يتربع على عرش السياحه في القاره الافريقيه. باش تجي انت السميه ديال واحد القضيه بعيده علينا في الشرق الاوسط وتجي تخرب لي انا هذا العمل اللي درناه سنوات، وحنا كنخدموا نبنيو ميناء طنجه المتوسط ونخدموا على السياح ونخدموا على كذا، خدمه لماذا؟ خدمه لهاد القروده هادو، خدمه للقروده ديال حضاره الجزائر. ف كنظن ان الرساله واضحه، كنظن ان الميساج واضح. كنتمنى متابعينا الكرام انكم تنشروا هذا الشيء، ونشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل. واعتذر الى انفعلت في هذا الفيديو، ذلك بسبب ان هذا الشيء حماض ولات فيه العياقه اكثر من القياس. نشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من